السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بتحليه سهله جدا كده وبسيطه وسريعه، اللي هو ممكن تخشي بالكتير قوي ربع ساعه تكوني عاملاها، ومكوناتها سهله جدا وبسيطه وممكن تكون متاحه عندك في البيت وتقومي تعمليها حالا. وحتى لو هتشتري المكونات هي برضو اسعارها بسيطه جدا. عايزة بقى أقول لكم إن طعمها بجد خطير وحلو أوي أوي، وزي ما قلنا أهم حاجة ما بتاخدش ولا تكلفة ولا مجهود. وزي العادة قبل ما نخش على مكوناتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو الفيديو عجبكم شيروه لاصحابكم، اللي ما اشتركش عندي في الصفحة يشترك، هتشرف بيكم جدا وعيلتي الصغيرة هتكبر بيكم. أنا هفضل بقى أدوق كده لحد ما انتوا تعملوا لايك. يلا بينا نشوف مكوناتنا، يلا بينا. اول حاجه كده جيبي حله صغيره او كسرولة كده زي دي، وانزلي فيها بكوبايه من السكر وعليها كوبايه من الميه، وافضلي كده قلبي في السكر زي ما انتوا شايفين من غير ما تجيبيه على الاطراف. هو ده مش شربات يا جماعه، انا بس هفضل اقلب في السكر لحد ما يدوب معايا، لكن انا مش عايزه اعمله شربات خالص. تمام. هفضل كده اقلب فيه لحد ما الاقي السكر بتاعي داب معايا بالشكل ده، ولا هسيبه يغلي ولا اي حاجه. كده بقى جاهز معايا، هحطه بقى على جنب. هاجي هنا بقى اجيب طاسة او حلة زي ما قلنا، وهنزل فيها بكوباية كده كبيرة حلوة من السميد. تمام، لو انت هتعملي صينية صغيرة ممكن تنزلي بكوباية بس صغيرة. نزلنا بالسميد وهفضل كده اقلب فيه حوالي دقيقتين تلاتة. عايزة حباية السميد تسخن معايا. انا استخدمت هنا السميد اللي هو الوسط، يعني ولا الناعم ولا الخشن. لو انت حابه تدي السميد لون وياخد معاكي لون اللي هو الذهبي قلبي براحتك، يعني انا كنت عايزه بس انجز، فبصراحه ما جاليش طقطان ان انا افضل اقلب في السميد لحد ما ياخد لون ذهبي. لكن انت عايزه تديله لون براحتك. نزلت عليهم بمعلقتين كبار من لبن البودره، وده اختياري، هو بيديله بس طعم حلو، بس مش عايزه تحطيه مفيش اي مشكله. بعد كده نزلت عليهم بالميه والسكر اللي كنت عاملاهم في اول الفيديو، وهقلبهم. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من اللبن. تمام. وهفضل بقى كده اقلب فيهم لحد ما السميد هيشرب كل السوائل دي. ونزلت عليهم بمعلقه من السمنه، سمنه بقى بلدي، سمنه عاديه، ممكن تنزلي كمان بزبده. ونزلت بكيس كده من الفانيليا، وهنزل برضو بجوزة الهند اختياري، لو انت حابه تحطيها اوكي، مش حابه براحتك. انا حطيت هنا 3 معالق كبار من جوزة الهند. الناس اللي بتحب جوزة الهند هتحب قوي طعمها. وهديلهم كده تقلبتين كده على النار، هفضل اقلب فيهم شويه لحد ما الاقي السميد شرب كل السوائل دي وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. جبت صينيه بايركس كده وسط، ونزلت فيها بالسميد بتاع الخليط اللي احنا عملناه ده، وهبتدي بقى اوزعه كده واعمله طبقه متساويه. الاسباتيوله كانت مشلاني هنا كل شويه تقع. هافضل بقى كده أضغط عليه بالراحة لحد ما يتفرد معايا ويبقى كده شكله سَوِي وحتّة واحدة، ما يبقاش يعني حتّة طالعة وحتّة نازلة، عشان لمّا نيجي نحط الطبقة التانية شكله يضبط معاكم. أهم حاجة يعني تسووه عشان ما يبقاش في تعريجات وحتّة طالعة وحتّة نازلة عشان أمّا نحط الطبقة التانية. نيجي بقى هنا للطبقة التانية، دول كوبايتين كبار من اللبن، يعني اللي هو ممكن نُص لتر. تمام، عشان الكوباية اللي عندي سعة 250. نزلت هنا ب5 معالق من السكر. السكر حابة تقلليه براحتك، حابة تزوديه ده براحتك وحسب ذوقك. تمام، كل ده أنا لسه شغالة على البارد. بعد كده نزلت ب3 معالق كبار مليانين من النشا. لو ما عندكيش نشا ممكن تستبدليهم ب3 معالق كبار من الدقيق، بس أنا باحب طعم النشا أكتر. هنا بقى قلبت وكنت ولعت هنا النار، وهافضل بقى أقلب فيه كده عشان الخليط ما يتكتلش معايا لحد، بس هاوطّي النار شوية أخلّيها متوسطة لحد ما الخليط يتقل معايا وقوامه كده يبقى كريمي وتقيل. تمام. جيت بقى هنا خلاص هافضّيه على الطبقة اللي إحنا عملناها من السميد. يعني بُصّوا ما فيش أسهل ولا أحلى من كده. أنا سويته كده في ساعتها، هزّيت الصينية علشان ياخد كده وِش مستوي، يبقى الشكل بتاعه زي ما أنتم شايفين كده. هاتي بقى سوداني، شوية مكسرات، اللي موجود عندِك كده، وزوّقي الوِش، وممكن تستغني أصلًا عن الخطوة دي. وسيبيه بقى شوية يبرد، أو ممكن كمان تحطيه في التلاجة، وبألف هنا وشفا إن شاء الله تجربوه ويعجبكم.